بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا نطبق عملي بقى ونبدأ نبني البروجكت بتاعنا. ده البروجكت القديم أنا رافعه بس على بورت تاني أو مشغله على بورت تاني 5200، والبورت الأساسي هنا 3000. ده البروجكت الأساسي اللي هو فاضي مفيش أي حاجة خالص. وتعالوا نبص الأول على البيجز بتاعتنا ونبص على الكومبوننتس بتاعتنا بحيث إن احنا نبني الاستراكشر بتاعنا بشكل كويس. هعتبر إن دي بالنسبة لك حاجة درو أي أو أو حاجة أو رسمة كدياجرام يعني. دياجرام قدامك بتقدر تبص عليه وتقدر تبني من خلاله البروجكت بتاعك او الابلكيشن بتاعك. فاحنا عندنا هنا جزء السايد بار وده جزء متكرر عندنا في كل البروجكت بتاعنا بشكل عام يعني. عندنا جزء الصفحه بتاعت المنتجات، الصفحه اللي فيها المنتجات بتاعتنا، وعندنا كومبوننت خاصه بالبرودكت والمفروض ان في كومبوننت خاصه بالبرودكت ليست. تعال ناخدها واحده واحده. الاول خالص عندي اجزاء ثابته بالنسبه لي، ناف بار او عاوز اتحكم فيها بشكل كويس. ناف بار لو في عندي تايتل لصفحه، يعني أنا هنا الكارت، وممكن أروح عند الproducts list برضه يبقى عندي نفس الtitle ده بس فيه كلمة products. أوكي، وأدي النافبار بتاعنا. وبعد كده الpages بتاعتنا صفحة خاصة بالproducts وصفحة خاصة بالكارت. وبالنسبة للcomponents اللي عندنا، فأنا عندي component كبيرة خاصة بالproducts وcomponent جوه الproducts list دي component خاصة بكل منتج لوحده. بعد كده لو رحت للكارت هتلاقي فيه الكارت نفسها، وبعد كده التي ار بتاعتنا دي او الكومبوننت الاساسيه بتاعتنا دي بتاعت الكارت نفسها اللي فيها الكارت ايتمز. لو انا ضفت منتج تاني وضفت منتج تالت هلاقي الكارت ايتمز بقت موجوده هنا. الكومبوننتس بتاعت الكارتس، انا عاوز اوصلك لايه في النهايه؟ عاوز اوصلك ان انا عندي بيجز وعندي كومبوننتس اساسيه بيتكون منها الابلكيشن بتاعي، وعندي حاجات خاصه باللي اوت او حاجات ثابته، فبحاول استراكشر البروجكت عليها. يعني ايه؟ تعالى بالراحه كده نبني. ده البروجكت بتاعنا طبعا اهو. فتعالى نروح للبروجكت. ده البروجكت اهو فاضي مفيش اي حاجه خالص. همسح كل الحاجات اللي مالهاش لازمه. اب دوت سي اس اس، اب تيست، اندكس، لوجو، ريبورت، ماشي، ادي اللوجو، ادي اندكس، اد تيست، ادي اب دوت سي اس اس. كل ده انا مش عاوزه خالص. كل الحاجات دي انا عملت لها ديليت، انا مش محتاجها خالص في الابلكيشن بتاعي. تعال نروح في الاب دوت جي اس. ادي الاب اهو، مش عاوز فيه اي حاجه خالص باي شكل من الاشكال، حتى مش هحتاج فيه كلاس بتاعه وكلام زي كده. انا هخليه فريجمنت عادي من غير اي حاجه. اب دوت سي اس اس مفيش اب دوت سي اس اس. لوجو دوت سي اس في جي مفيش لوجو دوت اس في جي. تعالوا نشوف الابلكيشن بتاعنا الاندكس دوت جي اس. اوكي، برضو مفيش حاجه زي كده، مش عاوزين اندكس دوت سي اس، مش عاوزين. وادي رياكت ورياكت دوم، وكان الله بالسر علينا كده. احنا خلصنا الابلكيشن بتاعنا ان شاء الله ما يبقاش فيه اي مشكله. تعالى نروح نرجع له كده نعمل ريلود. فاضي خالص مفيش اي حاجه خالص. ابيض اهو بيقول لي كانت ريزولف اندكس دوت سي اس اس. تعالى نشوف ايه مشكله اندكس دوت سي اس اس دي. مفيش حاجه اسمها اندكس. انا عملت خلاص يا حاج الاسلنت زعلان مننا. اندكس مفيش اندكس، انا مش مطلوب مني اي حاجه تاني. ريبورت برضه لسه ستيل بيستخدمه، فتعالى في الاندكس الاقيه بيستخدمه هنا، مش عاوزه برضه. زي الفل كده، ما عنديش اي حاجه خالص. الابلكيشن بتاعي فاضي تمام. اولا انا بستخدم البوت ستراب، فمحتاج ان انا اعمل انستوليشن للبوت ستراب. بس قبل ما اعمل انستوليشن للبوت ستراب تعال الاول نعمل الكومبوننتس بتاعتنا، البيجز بتاعتنا، اللي اوت بتاعنا، الكومبوننتس الاساسيه بتاعتنا. تعال هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى كده بالراحه هنقسم البروجكت بتاعنا. هنعمل هنا فولدر جميل هنسميه كومبوننتس بالشكل ده. جوه كومبوننتس هنا تعالى نعمل فولدر نسميه بيجز، وفولدر تاني، او تعالى ننقل بيجز ده بره هيكون افضل يعني لو عملنا بيجز بره. جوه كومبوننتس دي تعالى بالراحه نشوف الكومبوننتس بتاعتنا ايه والبيجز بتاعتنا ايه. اولا البيجز بتاعتنا عندنا تو بيجز. البيج الاولانيه بتاعتي اللي هي بتاعت البرودكتس، والبيج بتاعت الكارت. يبقى انا عندي تو بيجز، هعمل البيج دي والبيج دي. فجواهم طبعا هم عباره عن كومبوننت في الاول وفي الاخر. فانا هقول له هنا كارت دوت جي اس، وبعد كده عندي هنا products دوت جي اس بالشكل ده. دول تو كومبوننتس. طبعا انا بستخدم اكستنشن معينه اسمها ار. تعالى اجيبها لك بس الاول عشان تبقى عارف. في اكستنشن كده اسمها اي 7 بلس تقريبا. تعالى كده اي 7 بلس، اي اس 7 بلس. دي لازم تسطبها عشان تعمل لك الامبورت والاكسبورت وتعمل لك البويلر بليت كود بتاعك ده، عشان ما تقعدش تكتب كود كتير. ادي البرودكتس دوت جي اس اهي، وادي الكارت برضه هقول له ار اف سي لان انا طبعا هشتغل فانكشن كومبوننت. خلاص مش عاوز محتاجين تعمل كده. عملت كنترول اس، ادي برودكتس وادي كارت. طب ايه اللي احنا محتاجينه تاني؟ محتاجين هنا في الكومبوننتس بتاعتنا هنحتاج ايه الكومبوننتس اللي احنا محتاجينها. تعالى بالراحه
نرجع تاني اهو، ده الproject القديم. إيه الcomponents اللي إحنا محتاجينها؟ محتاجين والله component خاصة بالproducts، الproduct list كلها، وبعد كده component خاصة بالproduct، وبعد كده في الcart عندي component برضه كبيرة للcart، وبعد كده عندي الcart items بتاعتي ليها component. فتعالَ كده نروح، يبقى أنا عندي في الcomponent هنا ممكن أقسّمها برضه folders وما يزعّلكش يعني عادي جدًا، قسّمها folders. فأنت تقول له هنا دي كل الcomponents الخاصة اللي هتبقى موجودة، أدي الproduct خاصة بالproduct، وبرضه هتقول له كل الcomponents الخاصة بالcart. دي الcomponents بتاعتنا، وهنيجي هنا برضه عندنا هيبقى في folder هنا هنسميه layout. layout ليه؟ هاحط فيه الحاجات اللي أنا باستخدمها كتير على scale الproject بتاعنا كله، على الproject بتاعنا كله، زي الtitle ده، الtitle ده هيتكرر هنا وهيتكرر برضه في الصفحة الأساسية بتاعتنا بتاعة الproducts، هنستخدمه عشان نحط الtitle بتاع الproducts. فتعالَ كده بالراحة، هاجي هنا في الlayout عندي navbar، nav أدي navbar.js أو خليها على طول bar.js، وعندي هيبقى في عندي page title.js، دول الاتنين اهو RFC. كل ده انا لسه ببني الستراكشر بتاع البروجكت بتاعي، انا ما بعملش اي حاجه خالص، انا بعمل ستراكشر بس لان انا عارف المشروع بتاعي هيروح فين او هنستخدم فيه ايه او هنعمل فيه ايه. البروجكت قدامي وانا بحاول ابنيه. طيب حلو، طبعا انت لو بنيت الستراكشر الدنيا بتاعتك بتبقى سهله بقى بعد كده وما فيهاش اي حاجه. هنا هيبقى عندي البرودكت list.js، وكمان هيبقى عندي البرودكت السنجل برودكت، خلينا نقول له سنجل product.js. نفس القصة هقول له RFC، وهقول له هنا في البرودكت ليست برضو RFC عشان يعمل لي نفس الكلام ده. حلو جدا. تعالى كده جوه الكارت بتاعتي، انا عندي ايه في الكارت؟ عندي الكومبوننت بتاعت الكارت ايتم نفسها. ماشي، يبقى عندي واحده حاليا دلوقتي هنسميها كارت item.js. تعالى نخلي الاي كابيتال item.js RFC. ليه بنعمل كده؟ هقول لك. نرجع تاني اهو، لما بروح للكارت عندي الكارت كلها، وعندي هنا ايه؟ دي الكارت ايتم، يعني كل رو من ده عباره عن كارت ايتم، عباره عن كارت ايتم بالنسبه لي. ممتاز جدا جدا جدا. احنا كده عملنا الاستراكشر بتاعنا، باقي لنا شويه حاجات بسيطه. الديبندنسز بتاعتنا او الحاجات اللي احنا هنستخدمها زي البوت ستراب او الرياكت راوتر دوم، محتاجين نعمل لهم انستليشن، او السويت اليرت برضه محتاجين نعمل له انستليشن. وعندنا كمان الستور بتاعنا، محتاجين نعمل فولدر خاص بالستور لان احنا هنستخدم الكونتكست. محتاجين نعمل فولدر نحط فيه الكونتكستس بتاعتنا، كل الحاجات اللي هتتكرر او احنا محتاجين ان احنا نستخدم الداتا بتاعتها على سكيل الابلكيشن بتاعنا، هنحطها في الستور بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم عشان الفيديو ده ما يطولش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.